تحليل مباراة الزمالك وطلائع الجيش. الصراحة مش لاقي حاجة يعني مش لاقي حاجة نتكلم فيها أو فنيات نتكلم فيها في الماتش. أداء من الزمالك يعني أقل من السيء، يعني أسوأ من السيء. مش عارف، زي ما تقول قول. مفيش خطة لعب واضحة. الزمالك دفاعيا بيعاني، خط النص مش موجود، الفرقة متفككة، ما بتلعبش كومباكت مع بعض، مفيش تقارب من الخطوط، اللعيبة في مشاكل كتيرة في الفريق. هل المشاكل دي سببها إيه؟ سببها طريقة اللعب اللي بيلعب بيها أوسيريو، والّا مشاكل في اللعيبة نفسها؟ أوسيريو بيقول لك أنا مصمم على الطريقة دي وهالعب بالطريقة دي على طول. طب هل اللعيبة نفسها عندها مشكلة في إن هي بتطبّقها؟ الحقيقة اللي إحنا شايفينها في الملعب بتقول إن الطريقة مش نافعة. فهل المدرب بقى يحاول يغيّر الطريقة؟ لأ، هو المدرب مُصِر على طريقته وعاوز اللعيبة هي تتعلم الطريقة دي. إحنا مش عارف يعني الطريق قدّامنا مش واضح، مش باين إحنا رايحين